نضال مبروك. كنت موفق اليوم. أما أنا لأني قليل الخبرة رغم إني أعيش في تونس. أما أنا دايما نسمع في أغانيك، وأنا تبعت حفلاتك كتير، دائما وأبدا تذكر الشاوية. فهل له علاقة بالعيطة متاع المغرب والشاوي، ولا ده شاوي خاص بتونس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الألوان اللي أنت غنيتها، أنا أعرف الصالحي، الكافي، الطرج، اللي أنت كنت بتغنيه اللون كان إيه بالضبط؟ مع البروجي هذايا قربي خمس السؤال الثاني. البروجي قربي فيه برشا انواع نتاع موسيقى تونسيه، مش كان الشعبي نتاع الريف. فما اوسي غنينا بالمزود وعملنا غنيات حتى صوفي زاد، غنينا حاجات من النوع هذايا في البروجي هذايا. في سؤالك الاولاني الشاويه، احنا خدمنا في بروجي اسمه شاويه الشاوية. على المنطقه الشاويه اللي هي بين الشمال الغربي التونسي والجنوب الغربي التونسي، المنطقه المقابله ليها في الجزائر. هذيك كانت تعيش فيها القبائل الشاويه نتاع المنطقه هذيك، هي اللي خدمنا عليها، هي اللي كانت تغني بالبندير وبالقصبه والغناء هذاك، وفيه برشا كلام على من أجل الشاويه. إعطاء الفرصة للزملاء، آخر سؤال، قل لي الألوان اللي أنت غنيتها عموما، اذكر لي أنواعها التونسي عموما. الكل عندنا. نبداو من الكلاسيك، من المالوف للصوفي للمزود، القصبة للزكرة للطبل، كل آلة عندها ريبرتوار نتاعها. عملنا دور عليهم، سميناه قربي خاطر احنا نقولوا في تونس القربي هي البلاصة الصغيرة المعبية بالحاجات. كيما تونس بلاد غولاتيفمون صغيرة ومعبية برشا انواع تاع الموسيقى. أشكرك يا نضال، شكرا يعيشك، بارك جزيلا. الله فيك.